خالد الدرسي، يا ريت تحكي لنا وتقول لنا ما سر حصولك على هذه الكأس. بسم الله الرحمن الرحيم. في الأول نشكرك ونشكر قناة ليبيا الرياضية، يعني الحمد لله هذا توفيق من عند ربي ومجهود. يعني أنا الجائزة هذه مش ما نستحقهاش بروحي، نستحق أنا وزملائي اللي معي، يعني لولاهم هم يعني ما أخذتش على الجائزة هذه. ونقول لهم بارك الله فيكم، وإن شاء الله نقول البطولة بطولة جاية إن شاء الله نشرفوا ليبيا أكثر وناخذوا كأس. والحمد لله يعني هيك نحن قدر الله ما شاء فعل، هفوات تحكيميه بسيطه كي خلانا نخسر البطوله، لكن الحمد لله على كل حال. طيب في الكاس هذا هو مقدم ليك كافضل لاعب لعب رميه ثلاثيه كان في البطوله، هذا كافضل مسجل رميات ثلاثيه مش الحمد لله يا ربي. شكرا لكم، ان شاء الله موفق. بارك الله فيك. شكرا. كباتن شن كان انطباعكم على البطوله؟ والله اولا نحيي قناه ليبيا الرياضيه ونحييكم ونحيي برنامج رميه ثلاثيه. بالنسبه للبطوله كانت بطوله يعني الناس كلها شافتها بطوله قويه. الحمد لله ان درنا اللي علينا، والحمد لله قبل نبوا نفرحوا الجمهور الاهلي بنغازي وجمهور وليبيا كلها بالترتيب الاول، لكن الله غالب. هذا اللي صار يعني. موفقين ان شاء الله. كابيتانو شن انطباعاتكم على البطوله السابقه في المغرب؟ والله طبعا هي بطوله قويه، وبالنسبه للاهلي بنغازي اول مره يطلع خارج ليبيا، وشرفنا يعني ليبيا والحمد لله رب العالمين. يعني كان جميع اللاعبين وجميع الرياضيين يلعبوا عشان خاطر يديروا نتيجه وعلى غير الحمد لله رب العالمين. كنا موفقين وكل لعبه نفسيه واحده، وكنا عملنا نفرحوا الجمهور وحققنا الامل ان شاء الله. موفقين. مع السلامه. What do you have say about champion? I think it was really good. بطولة مشجعة لكرة السلة الليبية للمستقبل، وهي فرصة للأهلي ببنغازي خاصة وأنه لعب أمام أندية من صربيا وغيرها من الدول. I think it was good for Libyan basketball overall. Right. Good luck. Thank you. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الأمسية الطيبة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لفريق النادي الأهلي بنغازي لكرة السلة، واللسان قد يعجز على الكلمات في هذه اللحظات، والسعادة التي تغمر كل أعضاء الاتحاد الليبي وأسرة كرة السلة الليبية من الذين المستوى الطيب الذي حققه هذا الفريق العريق. واعتقد في فترة وجيزة استطاع أن يكون بطلا لدوري الليبي، واليوم مشاركة قوية في أحد الدول العربية أو بالمملكة المغربية بمعنى صح في بطولة السلة المغربية. استطاع أن يكون أو قد كان بإمكانه يكون في الترتيب الأول، ولكن ولله الحمد تحصل أيضا في الترتيب الثاني وبنتيجة مشرفة جدا. كل الشكر لكل أعضاء الفريق والطاقم الفني والطاقم الإداري، وبمناسبة أيضا حصول هذا الترتيب إن شاء الله أعد الفريق واللجنة الإدارية ومحبين فريق الأهلي بنغازي بالتكريم الوافر للجهد اللي بذل من هذه الفئة وهذه الشباب الذين موجودين، وإن شاء الله تمثلون في محافز دولية أخرى، وإن شاء الله نلتقي بكم في مدينة بنغازي يوم التكريم الذي سيخص به الاتحاد العام لاعبين الفريق الأول لكرة السلة. وألف مبروك مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمي وباسم إدارة النادي الأهلي نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأخوة أمين وأعضاء رئيس الاتحاد العام لكرة السلة لهذا الاستقبال الرائع والطيب، وذلك كما عهدناهم في السابق دائما سباقين لهذه الأمور الطيبة. وكما نشكر الأخ دكتور محمد معمر قذافي راعي الرياضة الليبية لدعمه اللامحدود للرياضة وأبناء هذه المؤسسة العريقة.
كما يسعني في هذه المناسبة الطيبة أن أتقدم بجزيل الشكر لإدارة نادي الاتحاد الفريق العريق، ونبارك لهم فوزهم الكبير ضد الفريق المصري الأهلي المصري وتشريف الكرة الليبية. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم اللجنة الإدارية لنادي الاتحاد الرياضي الثقافي الاجتماعي نتقدم بأجمل التهاني لنادي الأهلي البنغازي بمناسبة تشريفه للكرة السلة الليبية وحصوله على ترتيب متقدم والمنافسة على الترتيب الأول، ولولا بعض الأشياء التي لا داعي لذكرها لكان قد نال الترتيب الأول. ونكرر باسم مشجعي وإداري نادي الاتحاد نتقدم بهذه باقة الورد عرفان لهذا النادي العريق الذي له صولات وجولات في جميع المجالات الرياضية. له الشكر. إذن هذه لقطات كانت من حفل الاستقبال فريق الأهلي بنغازي من رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة، وأيضا أمين عام الاتحاد الليبي لكرة السلة وأسرة نادي الاتحاد اللي كانت متواجدة في استقبال فريق الأهلي بنغازي. أود أن نشير إلى أن الاتحاد الليبي لكرة السلة سيقيم احتفالية تكريم للنادي الأهلي ببنغازي نظير المستوى الجيد الذي ظهر به الفريق في بطولة السلة الدولية.